شيء بسيط من العبرة والموعظة. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت. اسمع كلام أمير المؤمنين وتمعن وياه وشوف شنو أمير المؤمنين يقول لنا أنا وياك. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكن إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها. مو إن ترى مولانا، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وزورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا ودون الموت بانيها. لكل نفس وإن كانت على وجه من المنية ما يدقويها. هذا كلام أمير المؤمنين. أيها الأخوة، أيها الأحبة، خلني شوي نشوف أنا وياك شنو قال الشاعر عن الحسن بن علي عليه السلام عندما فعلوا فعلتهم الأليمة بمولاك الحسن. شنو قال بالله الحسين؟ شنو قالت زينب؟ شنو نقول أنا وياك أيها المحب؟ قال يصيح حسين والدمعة جرية، يا ناس الحسن راح من ديه، من ديه، من ديه، من ديه. نار السم ترى بقلب سرية بسرية سرية، وين الحين الفيل المحدود؟ بعد ما اقدر اشوف الحسن اليوم ما اشوف الحسن هاليوم على فراشه يعاني حر السموم. بويا يا ابو بعد مولانا شنو صار؟ قال واسمع صرخة زينب وام كلثوم، واركان الدين من بعدك تهدم. أنا واركان الدين من بعدك تهدم. أنا تدرش كثر قلبي تولى يا يخبويا يا أبويا. أنا وش قد حمل من فرقتك هم، من نصد المشايلك
وحشة وحشة وانت علي الحزن كله يتدلم. بعد مولانا شو يقول يا ريت انا المقتول بالسيف قبلك يا خويا وانت تسلم. الحسين يا ريت انا المسدول بالسيف قبلك يا خويا وانت تسلم. لذلك مولانا الإمام الحسن صلوات الله عليه ما فكر بشخصيته بنفسه، قال لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله الحسين. لذلك الحسين سلام الله عليه جرى ما جرى عليه في يوم عاشوراء في أيام كربلاء. أخويا يا ابن أمي طلعها الدمعة. قالت يا بعد اختك يا اخويا سالم تجينا اوف للموت برسومك علايم يا اخويا. يا نايم يا بعد معون نايم اسمك لو ظهور الهواشب يا ابن زينب والحسن. عافية خوش دمعك خوش أنه يا ابن أمي يا ابن أمي أوف يا مايلة الدنيا ويا زينب. مش عملت ويا زينب الدنيا. والله أنا شوف حسي هيك اليوم نريد نبكي نريد نقرأ ننعى. اليوم نريد نتذكر هالأيام اللي مضت من أيام عاشوراء اللي سبقا هاي الأيام أيام الحزن، لكن وحقق عندنا في هذه الأيام ثمرة وأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أنا يا ابن أمي 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 أنا ردتك تشوف وش سد عليها أنا سويت ويعا من زمان يا أبو. يا أخوي الحسن اسمك جرعته يا ونفس المصاب وياك شفته. اي والله يا أبو أنا شفته أنا نفس المصاب وياك شفته يا ابن أمي يا أخويا وكبدي مثل كبده أنا لفظته بس أنا هو يا أخويا يا أخويا يا ابن أمي يا أخويا. تقول إيش حالات لسانك من يصيح باسمي يلتفرح القلب يا هين هم يا اخويا يا ابن. بعد شنو يا زينب شنو اللي صار؟ هاي واقعة الإمام الحسن اللي جرت على مولانا الحسن، لكن تعال شوف كربلاء وماذا جرت على زينب. قال وين اللي يوديني لعد حامي الجار. ايوه لعد حامي الجار
خويا يا ابو علي يا خويا. خرجت زينب في الليل تتعثر بالقتلى، لذلك عند وصولها إلى جسد المولى أبي عبد الله الحسين يقول انحنت على جسد المولى أبي عبد الله، صاحت بصوت رفيع بصوت منخفض: أأنت الحسين؟ أأنت ابن والدي؟ قالت خويا دورت طلعت الونينة ودورت أنا بالمعركة نايم لقيت خويا، وقعدت يمه وعاتبيته وقلت مثلك شلون يعوب بيته، وقلت مثلك شلون يعوب